اهلا بيكم في قناة صندوق افلام. فيلم النهاردة بيحكي عن مدينة موجودة جوه الهند انعدم فيها الامن والامان، وده كان بسبب حرب العصابات اللي كانت موجودة في المدينة دي. ومن كتر جرائم القتل والسرقة والاغتصاب اللي كانت بتحصل، بدأ سكان المدينة ان هم يسيبوها ويمشوا بسبب ان القانون نفسه كان واقف في صف المجرمين دول. بس زي ما كان في حرب عصابات واشرار، كان في 3 موجودين في المدينة دي مستعدين ان هم يضحوا بحياتهم علشان يقضوا على اي مجرم موجود في المدينة اللي هم فيها. وقبل ما ابدأ الفيلم يا ريت ما تبخلش عليا باللايك، ولو كنت لسه اول مرة تتابعني تشترك في القناة علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام الهندي. وعلشان ما اطولش عليكم يلا نصلي على النبي ونبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم بعملية تهريب بيقوم بيها أخطر المجرمين اللي موجودين في المدينة، واللي بيكونوا وقتها عايزين يجمعوا أكبر كمية من الأسلحة علشان يرهبوا بيها الناس ويفضلوا أقوياء قدام وزارة الداخلية علشان الشرطة ما تفكرش حتى إن هي تحاربهم. وبيكون زعيم المجرمين دول كلهم واحد اسمه لوكا، وفي الوقت ده بيكون في واحد تاني اسمه تانديا بيحاربه في شغله، وكان عايز يكون هو الزعيم مكانه. لكن طبعا لوكا بيعرفه إن ده مستحيل يحصل، وبيحاول يفهمه إن في فرق كبير بينهم هما الاتنين، وبيديله تحذير للمرة الأخيرة إن هو ما يتدخلش في شغله تاني لأن المدينة دي مفيش فيها زعيم غيره. لكن تانديا ما بيهمهوش كلامه وبيشتمه وهو واقف في وسط رجالته. ولأن لوكا كانت أسهل حاجة عنده القتل، فكر إن هو ينتقم منه بطريقة تانية قبل ما يقتله علشان يستلذ بموته قدام عينه. بعدها بنشوف تكلا اخو لوكا وهو نازل المدينة وبيؤمر اللي موجودين من الشرطة ان هم يسيبوا المكان ويمشوا. وبعدها بيجي لوكا وبيعرفوا ان تانديا مش موجود. وبعدها منى دراعه اليمين بيجيب له اخت تانديا وبينده على كل اهل المدينة وبيطلب منهم ان هم يتفرجوا على اللي هيحصل. وبيدي امر البتلة الحارس الشخصي بتاعه ان هو يروح يغتصبها قدام كل اهل المدينة، ومن غير اي رحمة بيعمل كده قدام كل الناس. ده كمان لوكا ما كفاهوش ان هو عمل كده وخلى بتلة بعدها يقتلها ويولع فيها. وطبعا تانديا لما بيعرف بيكون جواه بركان غضب، وما كانش شايف اي حاجة قدامه غير ان هو ينتقم من لوكا. بس لان لوكا كان حواليه جيش من رجالته بيقدر ان هو اللي يتغلب عليه ويقتله. وبعدها بنشوف مفتش الشرطة الوحيد اللي كان عنده ضمير في شغله، وبعدها بيدخل عليه كاليه الضابط المرتشي اللي كان بيرفض ان هو ياخد اي اوامر من مديره. وبالرغم من كده كاليه كان صريح معاه جدا وعرفه ان هو ماشي في صف المجرمين وانه طول الوقت بيظلم في الناس وبيحطها في السجون، واللي بيكون واضح من كلامه كده ان هو مسنود من حد تقيل. وبيعرفه ان في حظر تجول هيبدأ في المدينة من النهارده. وبعدها بنشوف واحد اسمه شنكر وهو ماشي في الشارع، ولما كاليه بيشوفه بيسأله انت ازاي ماشي في حظر تجول دلوقتي. وبيطلع ان شنكر ده كان اصلا ضابط شرطة ورفدوه من شغله بسبب ان هو قتل ضابط مرتشي. وبعد ما بيمشي بيروح يتكلم مع اخته، واخته بتكون خايفة انها تقعد في المدينة دي، وبتعرفه ان رجالة لوكا اغتصبوا واحدة وقتلوها وحرقوها قدامنا كلنا. وشنكر بيعرفها ان المجرمين عمرهم ما هيخلصوا ولازم يكون في حد واقف لهم علشان يمنعهم من اللي هم بيعملوه. بعدها منى بيعرف لوكا ان في واحد مجمع الناس كلها حواليه وعمال يكرههم فيك علشان ياخدهم في صفه. ومن غير اي تفكير لوكا بياخد رجالته وبينزل المدينة وبيشوفه هو فعلا بيحرض الناس عليه، وبكل سهولة بيقتلوه قدام كل الناس بدم بارد. وبعد ما بيمشوا بيجي كليل مرتشي بيكون عايز ياخد الجثة ويأيد الحادثة ضد مجهول، لكن بيلاقي شنكر واقف قدامه وبيقول له احنا المفروض ما نحاربش المجرمين، والمفروض ان احنا نحارب الشرطة لانها هي اللي بتدي الدعم للمجرمين انهم يقتلوا كل الغلابة من غير خوف. وبيطلب من كاليه ان هو يبلغ لوكا بان شنكر رجع المدينة تاني ومش هيسمح باي شيء مخالف يحصل فيها. واول لما لوكا بيعرف على طول بيروح يقابله علشان يتكلم معاه. ولما لوكا بيحاول ان هو يخوفه ويهدده ان هو هيقتله لو اتعرض له، شنكر بيعرفه ان هو ما بيخافش وبيعرفه ان بضربة واحدة بس من ايده قادر ان هو يقضي بيها على رجالته كلها. وبعد ما بيسيبهم وبيمشي تكلا بيسأل اخوه ليه ما قتلتوش، ولوكا بيعرفه ان هو لازم يعذبه قبل ما يقتله وان هو هيعمل فيه زي ما عمل في تانديا واخته. بعدها شنكر بيعرف ان في واحد اسمه مصطفى عايزه، ولما بيروح له مصطفى قال له انا عرفت ان انت عايز تحارب لوكا، ومادام هتحارب عدوي انا مستعد ان انا اساعدك. وبيعرفه ان هو كان الزعيم قبل لوكا بس عمري ما تاجرت في السلاح ولا المخدرات، وكانت كل الناس بتحبني لان كنت بساعد الغلبان. لحد ما في يوم ظهر لوكا ورجالته وكان عايز يكون هو الزعيم مكاني، ولما حاولت ان انا اخوفه علشان يسيب المدينة ويمشي غدروا بيا وقطعوا ايديا الاتنين. وبيعرفه ان هو دلوقتي بقى عاجز ان هو يقتل لوكا، وبيطلب منه ان هو ينهي الشر ده ويحاول ان هو يقضي عليه. وبيعرفه ان بتلة الحارس الشخصي ليه هو اللي اغتصب اخت تانديا وقتلها،
وعلى طول لوكا بيروح له وبيفضل يجري وراه، وبيقدر ان هو يلحقه قبل ما يركب الطيارة، وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام. وبعد كده بياخده وبينزل بيه المدينة، وباتلا بيعرفه ان هو مستعد يعترف على لوكا في المحكمة. لكن فجأة بيلاقي لوكا واقف قدامه بعد ما سمعه، وبيعرفه ان هو مش هيلحق يشهد عليه لانه هيقتله. وبعدها لوكا بيدخل حوار مع شانكر وبيسخنوا على بعض. لكن قبل ما بتبدأ العركة بينهم بيجي مفتش الشرطة وبيقبض عليهم كلهم. لكن للأسف بعدها بدقايق بيقدروا ان هم يجيبوا جواب من الوزير نفسه ان هم يخرجوا من السجن. ولما شانكر بيشوف الوضع كده قدامه بيعرفهم ان هو كده مش قدامه غير ان هو يجيب حقه بايده. وقبل ما بيمشوا بيعرفوا شانكر ان الايام اللي باقيه في حياته بقت قليله. بعدها كاليه بيروح لباتلا وبيعرفوا ان هو هيهربه من السجن دلوقتي، وبيطلب منه ان هو يقتل لوكا وبعدها هيخليه هو الزعيم مكانه، بس بشرط ان هم يكونوا شركاء في كل العمليات اللي هيعملوها بعدها. بس اول لما باتلا بيطلع من السجن بيكون لوكا مستنيه علشان ينتقم منه، وبيطلع سلاحه وبيقتله علشان يكون عبرة لأي حد هيخونه. ووقت ما كانوا بيولعوا في جثته شانكر هو اللي بيروح لهم، وتاكلا بيقول له انا عارف ان انت متضايق علشان قتلنا باتلا لان كده مش هيكون معاك شاهد ضدنا. وشانكر بيعرفه ان هو ما عادش محتاج القانون في حاجه لانه من دلوقتي هياخد حقه بايده. بعدها بنشوف جريمه اغتصاب جديده في المدينه، وبتكون في واحده من الشرطه معديه وقتها وبتنزل علشان تدافع عنها. لكن بيقدر المجرمين ان هم يمسكوها وبيكونوا عايزين يغتصبوها هي كمان، بس لحسن حظها بيكون في واحد معدي بالصدفه اسمه ارجون، ولما بيشوفهم هم عايزين يعتدوا عليها بيروح لهم وبيفضل يضرب فيهم كلهم. ورغم ان بيكون عددهم كبير بيقدر ارجون لوحده ان هو يضربهم كلهم. وبعد ما بينقذها بتشكره وبتعرفه ان القانون ممكن يصرف له مكافأة كبيرة بسبب اللي هو عمله علشانها. لكن ارجون بيعرفها ان هو مش عايز حاجة من القانون بتاعها وبيسيبها وبيمشي، وبيفضل ماشي في الشارع وهو حزين. ومن الواضح كده ان بيكون في حاجة حصلت له خلته يكره الحياة كلها. وتاني يوم وهو ماشي ازازة الخمرة بتقع منه، ولما بيجيبها من على الارض بيكون شانكر معدي بالصدفة وبيروح له وبيعرفه ان الازاز المكسور ده ممكن ان هو يموته. وارجون بيرد عليه وبيعرفه ان هي مش فارقة معاه اصلا اذا كان عايش او ميت. ولما شانكر بيسأله ايه السبب اللي مخليك كاره الحياة كده، ارجون بيستغرب لان كان ده اول واحد يسأله عن حاله، وبيرتاح معاه في الكلام وبيبدأ ان هو يحكي له القصة كلها. وبيعرفه ان هو من 10 سنين كان بيخدم في الجيش، وفي الوقت ده وفي المنطقة اللي هو كان واقف حرس عليها كان بيحصل عملية تهريب كبيرة. ولما حاولت ان انا امنعهم رفضوا ان هم يسلموا نفسهم، واضطريت وقتها ان انا اقتل كل اللي كانوا موجودين ما عدا الزعيم بتاعهم. بس للاسف بعدها هرب مني وما قدرتش ان انا اقبض عليه. وبعد ما مسكت البضاعة بتاعته كلها وسلمتها للجيش كان عايز ينتقم مني بأي طريقة، وبمساعدة ضابط خاين بيقدر ان هو يديله كل المعلومات عني، وبيروح لمراتي وانا مش موجود وبيغتصبها وبعدها كمان بيقتلها. ولما رجعت وشفت المنظر قدام عيني ما كنتش شايف اي حاجة قدامي غير ان انا اقتله. لكن وقتها بيكون هو اللي عامل لي كمين وبيخليني اقتل واحد تاني شبهه، بس في الوقت ده انا ما كنتش عارف ان انا ما قتلتوش هو. وبعدها دخلت السجن واتحكم عليا ب8 سنين. وبعد ما خرجت وعرفت ان هو لسه عايش قدرت ان انا اعرف مكانه ورحت له وقتلته. وبعد ما بيخلص الحكاية شانكر بيشوفه وهو تعبان، وبعدها بياخده وبيروح بالمستشفى وبيعمل عملية خطيرة، وارجون بيعرفه ان هو مستعد يردله الجميل ده في اي وقت. بعدها اخت شانكر وهي ماشية بيكون في مجرمين عايزين يعتدوا عليها، لكن بيكون الوزير معدي بالصدفة وبينقذها منهم. وبعدها بيعرفها ان هو هياخدها علشان يوصلها، لكن بيطلع ان الوزير ده خاين وبياخدها وبيوديها للوكا. وكانت فرصة كبيرة للوكا ان هو ينتقم من شانكر، ولما بيحاول ان هو يعتدي عليها بتضربه وبتطلع تجري، وبيبعت موني وراها وبيطلب منه ان هو يقتلها. وبيقدر موني فعلا ان هو يوصل لها ويخلص عليها. وبعدها كاليه بيلم له شوية مجرمين هو اصلا عارف ان القاتل مش موجود في وسطهم. ولما شانكر بيعرفه ان القاتل مش واحد منهم كاليه بيعرفه ان القانون كده مش هيقدر يقبض على القاتل لانه ما يعرفوش. لكن شانكر بيقول له تاني ان هو مش محتاج حاجة من القانون وانه قادر ان هو يجيب حقه بايده. وبعدها كاليه بيقول لمونا ان هو يستخبى كويس لان لو شانكر شافه هيقتله. لكن لسوء حظه بيكون شانكر معدي بالصدفة وقتها وبيشوفه، ولما بيمسكه وبيحاول ان هو يقتله كاليه بيروح لشانكر وبيمسكه، وبيقدر مونا ان هو يهرب.
وشانكر بيتضايق من كالي لأنه هو اللي هربه، وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام، وبتتجمع الشرطة كلها وبتدخله السجن وبتربطه. وكالي بيفضل يضرب فيه لأن شانكر هانه قدام الناس. وفجأة بيلاقي لوكا قدامه وبيعرفه إن هو قادر إن هو يقتله في لحظة، بس هو سايبه يعيش علشان يشوفه وهو متعذب لموت أخته. وبعدها بيتحكم على شانكر بالسجن 6 شهور لأنه اعتدى على شرطي أثناء تأدية عمله. ولما أرجون بيعرف بيروح له قبل ما يترحل على السجن، وبيعرفه إن هو مستنيه علشان يساعده في إنه يجيب حق أخته. وشانكر بيعرفه إن بعد خروجه من السجن هيحول حياتهم كلها الجحيم. ولما مصطفى بيعرف ان ارجون عايز يساعد شانكر بيقابله وهو زعلان جدا على اللي حصل لشانكر. ولما ارجون بيعرفه ان هو هيقتل اللي قتل اخته، مصطفى بيعرفه ان شانكر عمره ما يوافق بكده لان متأكد ان هو عايز ياخد حقه بايده. وبعد ما بيعدي ال6 شهور وبيطلع شانكر وبيروح لارجون، ارجون بيعرفه ان هو كان مستنيه بفارغ الصبر، وان هو مستعد يضحي بحياته علشانه في انه يجيب حق اخته وينتقم من لوكا ورجالته. بعدها مصطفى بيبعت السكرتيرة بتاعته لشانكر وبتديله كل المعلومات عن منى وبتعرفه فين مكانه دلوقتي. وعلى طول شانكر بيروح له وبيفضل يضرب فيه بكل غل وانتقام، بس قبل ما بيقتله بيخليه يتصل بلوكا. وشانكر بيسمعه صوته وهو بيصرخ بعد ما حدفه من فوق سطح العمارة ومات. وبعدها مصطفى بيقابلهم وبيعرفهم ان قوة لوكا في ثروته، وانهم لازم يضيعوا له الثروة دي علشان يرجع ضعيف تاني. وعلى طول بيفجروا المخزن بتاعه اللي بيكون مخزن فيه كل المخدرات والسلاح. وبعدها كالي بيروح له وبيعرفه ان هو غلطان لان فضل سايب شانكر عايش لحد الوقت ده. وكالي بيعرفه ان هو ياخد الاذن من مفتش الشرطة ان هو يدي الامر لكل الضباط والعساكر ان هم لو شافوا شانكر يقتلوه. لكن طبعا مفتش الشرطة بيرفض، وده لان مفيش اي اثبات يثبت ان شانكر هو اللي قتل منى. وعشان كده لوكا كان لازم يشوف حل لمفتش الشرطة ده، وبيتصل بالوزير اللي هو بيشتغل لحسابه وبيطلب منه ان هو ينقل مفتش الشرطة ده ويمسك كالي مكانه، لان كالي هيقدر ان هو يفيدنا في شغلنا. وعلى طول الوزير بيروح وبيعمل زي ما لوكا قال له بالظبط. لكن لما بيرجع البيت بيلاقي شانكر سايب له رسالة بيعرفه ان كل المستندات والادلة اللي هو عاينها بقت معاه دلوقتي، وانه لو مرجعش مفتش الشرطة مكانه تاني وقدم كالي للمحاكمة هيسلم كل الورق اللي معاه للنيابة. وفعلا بيجي اختار يوقف النقل ده وامر بوقف كالي عن العمل لحد ما يتقدم لمحاكمة عسكرية. وبعد ما بيخرج من القسم بيكون فريسة سهلة ان شانكر يخلص حسابه معاه. وبعد ما بيمسكه وبيفضل يضرب فيه بيقدر ان هو يقتله بكل سهولة ويخلص الناس من شره. وبعدها بيكون جدور الوزير في الانتقام، وشانكر بيروح له وبيقول له انا عارف ان انت اللي قابلت اختي يوم الحادثة وخدتها ووديتها للوكا، وعلشان كده لازم يحصل فيك زي ما يحصل فيهم كلهم. وبيمسكه وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيموت في ايده. وبعدها بيكون جه الدور على تكلا، وارجون بيتصل بيه كانه حد غريب وبيقول له انا عارف شانكر مستخبي فين. وتكلا ما بيعرفش اخوه وبيروح للمكان اللي هو قال له عليه. وبعد ما بتقوم العركة بينهم بيقدر شانكر ان هو يخبطه بالصخرة في دماغه ويقتله، لكن وقتها بتيجي الشرطة وبتقبض على شانكر. وعلى طول ارجون بيروح له القسم وبيعمل ان هو سكران، ولما الشرطي اللي موجود بياخده علشان يحبسه بيقدر ان هو يضربهم وبياخد شانكر وبيهرب. ولما لوكا بيعرف ان اخوه اتقتل بيكون متضايق جدا ونفسه ان هو ينتقم من شانكر. وفجأة بيلاقيهم هما الاتنين جايين له علشان ينهوا كل الظلم ده. وعلى طول بتبدأ الحرب بينهم وبيفضلوا يقتلوا في كل رجالته. وفي لحظة ما كان لوكا هيقتل شانكر ارجون بيشوفه وبيروح له وبيضحي بحياته علشانه. وبعدها بيموت ارجون وهو كله وفاء لصاحبه. وبعدها بيطلع شانكر وبيقدر ان هو يقتل اخر رجاله موجوده لوكا. ولما بيتاكد ان هو بقى لوحده بيروح له وبيفضل يضرب فيه وبيفضل يفتكر اللي هو عمله في اخته وفي كل الجرائم اللي حصلت في المدينه بعد ما بقى هو الزعيم عليها. وبعدها بياخد السلاح وبيفرغ كل الرصاص فيه وبيقتله. وبعدها بيموت لوكا وبينتهي الشر كله معاه. لو كنت لسه مكمل معايا الفيلم لحد الوقت ده فاكيد ملخص الفيلم عجبك، فياريت ما تبخلش عليا باللايك وتشترك في القناه لو كنت لسه ما اشتركتش فيها، واكتب لي في التعليقات كلمه بطل، وبكده هعرف ان انت كملت معايا ملخص الفيلم للاخر. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني. يلا سلام.